تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديدة 2021 وطريقة تنزيلها على النايل سات وفك تشفيرة القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ودلوقتي على طول نبدأ في ضبط تردد قناة الجزائر الأرضية، وهيكون عن طريق إن احنا هندوس على الزرار منيو من الريموت كنترول عندنا عشان تبدأ تظهر لنا الأيقونات دي. فنبدأ ندور على الأيقونة المكتوب عليها التركيب وندوس عليها أوكي من الريموت كنترول. هيظهر لنا القائمة دي، نبدأ نختار قائمة الترددات وندوس أوكي. زي ما انتم شايفين إن إضافة تردد جديد عندي هيكون عن طريق الزر الأحمر في الريموت كنترول، فهبدأ أدوس عليه عشان تظهر لي القائمة دي فيها التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. بالنسبة للتردد هيكون كالتالي: 11680. تمام، ده بالنسبة للتردد. أما معدل الترميز هيكون 27500. أما الاستقطاب هيكون أفقي، وندوس من الريموت كنترول على أوكي. لو قال لي مرسل موجود مفيش مشكلة، يبقى تردد عندنا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا ندوس عليه أوكي. وزي ما انتم شايفين طريقة البحث عن الترددات عندي هيكون عن طريق الزر الأزرق، فهدوس عليه. هيظهر لنا القائمة دي فيها بحث عن الشبكة ونوع القناة. هنخلي بحث عن الشبكة إغلاق، أما نوع القناة هيبقى جميع. بعد كده أدوس أوكي من الريموت كنترول. هيبدأ يعمل باحث عن القنوات، وهيقول لي حفظ نتيجة البحث، هقول له نعم. بعد كده حفظ البيانات هقول له أوكي. زي ما انتم شايفين القناة عندي مشفرة. هنبدأ بقى نفك تشفيرة القناة. هنبدأ نخش تاني من منيو على كلمة الضبط. بعد كده لو انت عندك سيسي كام مقفول مفيش مشكلة، هتدوس 15 بعد كده 12 عشان يبدأ يظهر لنا إعدادات السيسي كام. تمام، هنبدأ نخش عليها بزر أوكي. هتظهر لنا الكلمات دي، هنبدأ نختار كلمة بقعة ونخش عليها. بعد كده نبدأ نحط التشفير بتاع البيس. هنبدأ هنا نحط التردد بتاعنا بتاع القناة نفسها اللي هو 11680. تمام، 11680. تمام، بعد كده ندوس على زر الأزرق عشان نعمل تأكيد. بعد كده هنيجي في المكان ده وندوس أوكي. بعد كده نبدأ نحط الشفرة دي اللي هي هتبقى عبارة عن 11 بعد كده 14 صفر. تمام، زي ما انتم شايفين هنحط 11 في الأول بعد كده 14 صفر. بعد ما نخلص على طول ندوس على زر الأزرق عشان نعمل تأكيد. بعد كده هنيجي على معدل الترميز ونبدأ بردك نكتب نفس معدل الترميز اللي احنا كنا كاتبينه في الأول اللي هو 27500. بعد كده بردك ندوس على الزر الأزرق عشان نعمل تأكيد للمعدل. بعد كده نخش على الاستقطاب ونخليه أفقي. بعد كده ندوس أوكي من الريموت كنترول. تمام كده الشفرة زي ما انتم شايفين اتحطت معانا. وزي ما انتم شايفين القناة بدأت فتحت معانا اهي. تمام، ما فيهاش أي مشاكل أو تقطيع. وفي نهاية الفيديو أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك ليصلك كل جديد في مجال الريسيفر والدش. وشكرا لكم.